الحلقه بتبدا من الحج وبنشوف واحد ساحر كده اسمه هيكتور بيروح يقدم في برنامج المسابقات، ودي بتكون مش اول مره ليه عشان كل مره كان بيقدم كان العرض بيبوظ، والمره دي برضو العرض بتاعه بيبوظ يعني عادي جدا. المهم ابو الصحاب هما بيطردوه والامن بيقول له يا عم بقى قدم في حاجه جديده المره الجايه، يعني ما خنقت امنا. فساعتها بيمشي مع حاله كده لحد ما بيوصل لمحل بيع حيوانات اليفه، وبيقول للبياع ان هو بس عايز حيوان كويس يساعده في العروض بتاعته. فالراجل بيقول له استنى اشوف لك حاجه. بعدين هيكتور بيسمع صوت حد بيغني، فبيروح يشوف ايه الصوت ده، بيلاقي ان هو تمساح صغير في القفص بتاعه عمال يغني واسمه لايل. فساعتها بيشتريه وبياخده معاه البيت، وفي البيت كان هيكتور بيحاول ان هو يخليه يغني زي ما عمل في المحل، وساعتها بيبدا ان هو يغني فعلا وبيفرح جدا هيكتور. بيفضلوا بقى هما الاثنين يغنوا مع بعض ويتدربوا مع بعض عشان هيكتور راح وحجز مسرح، والمفروض ان هو في المسرح ده هيعمل فيه العرض هو ولايل، عشان هو اصلا معهوش فلوس فبيراهن بالبيت بتاعه وناول العرض ده. فشل صاحب المسرح هياخد البيت بتاعه. بنوصل بعد كده ليوم العرض وبتترفع الستاره، وبيفضل هيكتور يغني مع نفسه وبيكون مستني لايل يدخل معاه في العرض بتاعهم. بس هو اول لما بيشوف الناس في المسرح مش بيقدر ان هو يتكلم ولا يغني، والعرض بيبوظ اساسا والناس كلها بتاخد فلوسها وبتمشي. بعدين هيكتور بيسيب البيت عشان هيشتغل في الشارع اساسا ويحاول ان هو يجيب فلوس يعيش بيها، وبيسيب ساعتها لايل في البيت، بس هو مش بيكون زعلان منه وبيكون برضه سايب له سماعات عشان يسمع فيها اغاني. بعدين بيعدي شويه وقت وبتيجي عيله مكونه من اب وام وطفل، والاب اللي اسمه بريمز بيقابل الست اللي باعت لهم البيت ويمضي ساعتها مع العقد، وبيدخلوا هو ومراته وابنه البيت، بيوضبوا حاجتهم جوه وبيناموا بالليل، وبيكون ابنهم جوش نايم في اوضه لوحده بيسمع اصوات غريبه كده، فبيطلع من الاوضه بتاعته وبيروح على اوضه ثانيه فيها كراكيب قديمه، وبيلاقي لايل محطوط في علبه كبيره فيها كانه هو حرفيا لعبه، ومعاه جواب مبعوث من هيكتور وبيقول في الجواب ان التمساح ده بتاعي واي حد يلاقيه يخلي باله منه. وتاني يوم الصبح جوش بيخلي امه توديه المدرسه، والواد ده دايما عنده توحد حاجه كده عشان هو بيبقى خايف من الناس، ولما بيروح المدرسه بيتم التنمر عليه عشان طبعا مدرسه اجنبيه وعشان هو مش مركز في الحصه اساسا، وبيسجل في رياضه المصارعه في المدرسه وبيتهان حرفيا. بالليل بيبقى قاعد بيدور على جوجل ازاي يكون صداقات في المدرسه، ويشوف فيديوهات بتاعت بنت معاه في المدرسه واسمها ترودي. المهم تيجي القطه بتاعت جار جوش وبيمسكها وبيلعب معاها شويه، بيسمعوا هما الاثنين صوت حد بيغني جاي من الاوضه بتاعت الكراكيب، ولما بيطلعوا بيلاقوا لايل واقف لهم في نص الاوضه، ولما بتحاول القطه انها تنط عليه وتعضه بيفتح ساعتها بقه وهو بيصوت كده فبيبلعها بالغلط. بيهرب من المكان بسرعه، فبيروح جوش يجي وراهم عشان يجيبهم هما الاثنين، لحد لما بيلاقي واحد متشرد كده جه وثبت الواد وبيقول له بقول لك ايه هات اللي معاك واتكل على الله. فبيجي ساعتها لايل وبيصوت في وش الراجل ده فبيخوفه، بعدين قطه اصلا بتطلع من بقه والراجل بيطلع يجري عشان هو خاف منه. بيفضل بعد كده جوش ينادي عليه وبيقول له ان هو يجي تاني عادي ويبات في الاوضه يعني لو هو عايز وما تخافش من اي حاجه. تاني يوم الصبح بيلاقي جوش فعلا في الاوضه وبيتكلم معاه وبيتعرف عليه ويتصاحبوا هما الاثنين على بعض. بعد كده بينزل وبيسلم على امه، والمره دي بيروح المدرسه لوحده، وامه بتفضل ساعتها تجري وراه عشان خايفه عليه، بس هو يعني بيكون موثق من نفسه ولا فاهم الدنيا زي الفل. وهناك بقى في المدرسه بيتعرف على البنت اللي اسمها ترودي اللي كان بيتفرج على فيديوهاتها امبارح، وبعد ما بيتكلم معاها شويه بيروح البيت تاني وبيقابل لايل بيتكلم معاه وبيقول له ايه يلا بينا نخرج سوا مع بعضينا. بس لما بيخرجوا بيروح لايل على الصندوق بتاع الزباله عشان ياكل منه، فبيروح جوش وراه هو القط، وبيفضل بقى هو ياكل وبيتكلموا سوا جوش مع لايل. بعدها بيطلعوا على السطح بتاع العماره، وبنعرف هنا ان اللي جوش عايش معاهم دول مش ابوه وامه الحقيقيين، وان هم متبنيين وعشان ابوه وامه ماتوا من زمان وهو صغير. وبرغم كده اهله الجداد دول بيحبوه جدا وهو برضه بيحبهم، فبيتاثر جدا لايل بالكلام ده وبيغني له اغنيه، وهما الاثنين بيفضلوا طول الليل كده لحد لما بيناموا. وتاني يوم بتيجي ام جوش عشان تصحيه وبتلاقي ان هو نايم جنب لايل. طبعا هي بتتخض عليه جدا يعني انت فاهم، تخيل مثلا لو انت داخل على ابنك ولا حاجه تلاقيه نايم في حضن تمساح فصباح الفل يعني. المهم هي بتحاول انها تاخد الولد وتهرب، بس لايل بيحاول ان هو يهديها وبيغني لها اغنيه فبتهدى لما بتلاقي ان هو بيغني عادي جدا، مع ان الموضوع ده يقلق اكتر ان انت تلاقي تمساح وبيغني. المهم هي بعد كده تجري بجوش بسرعه تاني يعني عشان تهرب منه، بس هو بيفضل يفهمها ان التمساح ده طيب وبيتكلم وبيغني وابن حلال وانها ما تخافش منه، وان هو برده مش عايز انها تمشيه. وبعد لما بتوصل جوش علشان يروح المدرسه بترجع تاني وبتلاقي لايل بيستحمى في البانيو. بيخرج بعدها وبيبدا ان هو يساعدها في الشغل بتاع البيت وبيعمل الاكل معاها وبيفضل يغني ويرقص معاها والدنيا زي الفل، وهي برده بتبدا انها ما تخافش منه وتفك كده فاهم وبترقص معاه وبتغني والدنيا جميله. بتتعود بعد كده عليه وبتروح بعدها هي وجوش معاه على الصندوق بتاع الزباله وبياكلوا سوا. صراحه انا مش فاهم يعني هو ايه القرف ده يعني، بس تمام هي بتحب الموضوع. بتقرر بعدها انها تقول لجوزها بريمز على اللي هي شافته ده، بس هو ساعتها لما بيشوف التمساح طبعا لاول مره بيترعب وبيخاف وبيطلع يجري بسرعه، وبياخد ساعتها مراته وابنه معاه من غير حتى لما يسمعهم عشان هو شايف تمساح هياكلهم قدامه. بس لما بيجي يخرج من الباب بتاع البيت بيلاقي في وشه هيكتور بيقول لهم ازيكم يا شباب انا كنت ساكن هنا قبليكم يعني والتمساح ده بتاعي. وبيقابل ساعتها التمساح بعد سنين وبيكون لاين زعلان لما بيفتكر اللي هو عمله في هيكتور زمان، بس هيكتور اساسا مش زعلان منه ولا حتى هو ساعتها كان زعلان منه. بيفضل بعد كده يغني ويرقصوا الرقصه اللي كانوا بيتدربوا عليها سوا، بيجي لايل وبياخده بالحضن بعد لما اتاكد ان هو مش زعلان منه على اللي حصل زمان. بيقول لهم ساعتها هيكتور ان هو بس هيقعد عندهم في الاوضه بتاعت الكراكيب دي كام يوم بس هو لايل لحد لما يشوف بقى هما الاثنين مكان يعيشوا فيه سوا. بيفضلوا بعد كده طول الليل يغنوا ويرقصوا هما الاثنين، وبيكون بريمز مش عارف ينام خالص اساسا. وتاني يوم بيقابلهم هما الاثنين في الحمام بيستحموا سوا، انا صراحه مش عارف ايه ده. المهم بعد كده بيروح الشغل وبيجي هيكتور ولايل وبيلبسوا هما الاثنين لبس موحد وبيدوا لجوش وامه نفس اللبس وبيخرجوا سوا كلهم عشان يتفسحوا اليوم ده. بعد لما بيقضوا يوم جميل سوا كلهم بيروحوا على البيت، وبريمز ساعتها بيطلع الاوضه بتاعت الكراكيب اللي كان قاعد فيها مين؟ اللي كان قاعد فيها لايل. بعدها بيلاقيه في قفاه وبيديه لبس كده بتاع مصارعه عشان يلعبوا ماتش سوا. بيوافق، وبعد الماتش ده بيكسب بريمز في الاخر وبيكون فرحان، وكان عم
سمك لايل هو قاصد ان هو يخسر عشان يخلي بريمز يحبه، وطبعا هو بيحبه فعلا، بيكونوا هما الاثنين فرحانين بوجود بعض. بعدها هيكتور بيطلب من عيله ان هم يعملوا نفسهم جمهور عشان هما ولايل يقدموا لهم عرض سوا هما الاثنين. وبعد لما بيعملوا العرض وبيغنوا وبيرقصوا بيتبسط هيكتور لان لايل المره دي مش خايف، هو بيغني وبيرقص قدام الناس عادي جدا. فبالليل بيطلب منه ان هم يعملوا عرض تاني هما الاثنين سوا، وان شاء الله لايل هينجح في الموضوع ده. فيوافق على طول، وطبعا هيكتور بيفرح جدا. بس بعد لما بيحضروا العرض وبيروحوا سوا هما الاثنين برضه لايل بيتكسف، والعرض ساعتها بيبوظ ولا بيغني ولا بيرقص. جوش بيحاول ان هو يواسيه شويه وبيطلع لايل عشان يغني اغنيه مع نفسه كده. وتاني يوم بتيجي شرطه الحيوانات باين ما تفهمش ولا دي ايه. بعد لما هيكتور اتصل بيهم وبتكون جايه تقبض على لايل، بيفضل جوش ساعتها يقول له ان هو يغني يعني عشان يعرفوا ان هو مش متوحش ولا حاجه، بس هو برضه بيتكسف منهم بياخدوه معاهم. بيكون جوش زعلان جدا عشان هم اخذوا صديقه الوحيد واللي رجع له ثقته بنفسه من تاني. بيروح بقى كده يزوره هو اهله في يوم، وبيكون لايل حزين جدا وهو بعيد عنهم. بيقول جوش لابوه ان هو يحاول يهرب لايل، بس يعني هو مش بيعمل حاجه. وبالليل بيفضل لايل يغني مع نفسه نفس الاغنيه الحزينه. بنشوف بعد كده هيكتور اللي زعلان جدا بسبب اللي حصل ده، وبيروح لجوش وبيقول ان هو هيخرج له لايل وان هو عايز يجي معاه عشان يخرجوه سوا. بس جوش بيكون مش واثق فيه صراحه، بس بيروح هيكتور لوحده بيقدر بالعابه السحريه انه يدخل حديقه الحيوان. وبيدخل لايل القفص بتاعه اللي بيكون زعلان جدا منه، ومش بيرضى حتى ان هو يبص له ولا حتى ان هو يساعده. والتماسيح ساعتها بتقرب من هيكتور عشان تاكله، بس في نفس الوقت بيجي جوش وبيقول للايل ان هو ينقذ هيكتور ويسامحه. وساعتها هو بينقذه وبياخدوا بعضيهم بعدها وبيمشوا. وعلى الصبح كده البوليس بيجي عشان يوقفهم، بس بيقدر هيكتور ان هو يهربه من الشرطه وبيتقبض عليه هو. بس جوش ولايل بياخدوا موتوسيكل وبيروحوا يهربوا من البوليس اللي مكمل وراهم، لحد لما جوش بيدخل المسرح اللي في المدينه عشان ما فيش غيره قدامه. وبعدها بيقرر ان هو لازم لايل يغني قدام الناس عشان ما فيش غير الطريقه دي اللي هتخلي الناس تعرف ان هو مش متوحش وان هو مختلف عن كل الحيوانات. وبيتصل ساعتها جوش بصاحبته ترودي وبيعرفها الموضوع، وتكون هي اصلا في المكان عشان هي عندها عرض. فبيقول لها ساعتها ان هو لازم يدخل مكانها، وتوافق. بتكون كل الناس خايفه جدا من لايل عشان شايفين ان هو متوحش وقدامهم تمساح حرفيا. يفضل بعد كده جوش يقول للناس ان هو مختلف، وبيقول للايل ان هو يغني وان هو لازم يغني عشان لو ما غناش هيتقبض عليه وهيروحوا كلهم في داهيه. بيكون البوليس خلاص وصل المسرح، وبيكون برضه لايل خايف جدا عشان الناس قدامه كلها والناس كلها بص عليه، فهو خايف من الموضوع ده متوتر. فبيبدا جوش ان هو يغني عشان لايل يتشجع ويغني. والحمد لله لايل بيبتدي ان هو يغني وبياخد المايك وبيبدا بقى يغني قدام الناس كلها. اخيرا طبعا الناس كلها بتتبسط وبتحبه جدا، وبيبداوا بقى ان هم يغنوا ويرقصوا كمان مع بعضيهم كده. وحتى البوليس برضه بيفضل يغني ويرقص معاهم. وبيكون هيكتور وهو في الاسم بيتفرج على العرض ده في التلفزيون وبيتبسط جدا بان اخيرا لايل بقى واثق في نفسه والناس فهمت ان هو مش متوحش ولا حاجه. بعدها بيكون مرفوع قضيه على اهل جوش عشان هم مربيين حيوان مفترس انسان حرفيا في البيت. بس بيجي هيكتور ومعاه عقد كده كان ماضيه مع صاحب البيت بيقول فيه ان هو مسموح ليه ان هو يربي حيوان مفترس في البيت عادي جدا، وكل الجيران كانوا ماضيين على العقد ده اساسا. بعدها خلاص بيكون اهل جوش ماشيين ورايحين لبيت تاني ومعاهم لايل، وساعتها هم هيسيبوا هيكتور يعيش لوحده في بيته بسلام بقى مع نفسه. بعد لما بيمشوا ونشوف جاره هيكتور جايبه ليه هديه كده تعبان بيغني. طبعا هو بيتبسط جدا بالحوار ده. وجوش وعيلته ولايل كانوا في العربيه سوا بيغنوا مع بعض. انا صراحه مش عارف ايه الحيوانات اللي بتغني دي، بس هو هيكتور خسر تمساح لا تعبان، يعني ربنا يرزقه بكلب ولا بغبغان ولا حاجه والدنيا تبقى بسيطه جدا. المهم يا عم الحاج لما وصلنا لهذه النقطه فانا احب اقول لك ان توته خلصت على الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، بس تعمل فولو على انستجرام. ما تنساش تعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منشن الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد ناجد عشان هو كاتب سكيب ده، وتخش على جوجل ميم زي ميم امي على الفيسبوك يا ابو الصحاب. وما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي اللي هي حسن فهد، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته مصريه. وبعدها كده فاهم وانت في السكه تروح تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده، وبعدها برضه وانت في نفس السكه اعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج. وانا اسف ان انا تعبتك معايا، وبس كده. سلام عليكم.